السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما تختار البضاعة البراند النظيفة، تمام، وعندك في بلدك ما شاء الله شركة محترمة اسمها انفت بتعمل حديد درجة أولى، شغل عالي جدا. ده شغل ورش، تمام، حاجة صفيح وصار فيه الجنيه. طبعا تفرق كتير جدا من انك تجيب حاجة براند محترمة وانك تجيب حاجة صفيح. ممكن تعمل لك مشكلة في عز الليل، تضرب تبهدل لك الدنيا، تعمل لك مشكلة كبيرة جدا جدا. احنا عندنا مشكلة اسمها المحبس الدفن لا يقبل القسط على اثنين. المحبس الدفن ايه؟ ركز معايا كويس. المحبس الدفن لا يقبل القسم على اثنين. لما تيجي حضرتك تقسم شقة، الراجل بروفيشنال محترف لما يجي يقسم شقة لازم يدخل وصلة خاصة للسخان بارد لوحده. عشان طبعا انت عندك النهارده الهاند ميكسر، النهارده ترفع الهاند ميكسر بتاعك ده بيجيب لك العينين بالظبط 8 مللي. لو حبيت تبرد يخنق 8 مللي، حبيت تسخن يخنق ال 8 مللي الناحيه الثانيه. انما انت لو عملت السخن لوحده جاي بارد لوحده، السخان بمحبس لوحده منفصل من التيار العمومي، كده تيجي تعمل خلط مره واحده تلاقي عندك القطر على اتساعه. القطر يبقى ايه؟ على اتساعه، زي المحبس البليه. لما بيجي لك عندك فرصه تجي تعمل محبس بليه العمومي، اعمل محبس بليه، ما تعملش محبس عتبه دفن. المحبس الدفن فيه عتبه داخل لجلده وخارج من جلده. قطر الجلده ده ما ينفعش اقسمه على نصين، بيعمل لي مشاكل دايما في السخن والبارد. عندنا مشكله اسمها قائمه في العماير والابراج اسمها السخن والبارد. المشكله دي تلخص في بقى ان حضرتك بتركب محبس دفن وانت راجل بروفيشنال، وتصور لي جنب التليفون وتصور جنب المواسير وانت عامل مصيبه وما انتش واخد بالك منها. ايه هي؟ لو ركبت سخان فوري النهارده هيجي العميل يخلط، تمام، السخان يفصل منه. لو بيجي ياخد بارد سنه هيخنق السخن، هتلاقي السخان 3 شوكه تك 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 يفصل معاك. العميل يسقع يا يتلسع، يا يسقع يا يتلسع. تضطر تعلي الضغط جوه المواسير جامد جوه المواتير عشان تعمل تعادل في الضغط بين السخن والبارد. لا، لو انت راجل بروفيشنال فعلا وراجل محترف فعلا تعمل لاين خاص للسخان من بره، من العمومي، من البوصه. تاخد من البوصه لاين خاص للسخان لوحده، بحيث السخان يبقى واخد قوه مستقله. انما عشان تاسس تعمل مواسير وانت عامل مصيبه، غالب الناس البروفيشنالات على الصفحه مش بيعملوا الكلام ده. وبراقب الشغل كله ولا حد فيهم بينطق بيقول اعمل لاين خاص للسخان الفوري او السخان العادي او السخان الغاز، عشان تلاقي عندك قوه معادله لقوه البارد. انما انت بتجيب محبس عتبه قد كده ابو جلده الدفن وتقول له يا عم الدفن انا عايز اقسم الجلده دي، قطر الجلده ده اقسمه على نصين. طبعا الكلام ده لا يقبل قسم على نصين، والكلام ده اتكلمت فيه يطلع من سنين طويله قبل كده مع ناس كتير، واتكلمت على الصفحه من حوالي سنه ونص في الموضوع ده، ولا حياه لمن تنادي. ليه؟ ان اللي بيهم الواحد في التعليق ان يطلع احسن مني ويطلع احسن من فلان. لا، انا عايزك يهمك في التعليق انك تسال عندي مشكله احلها ازاي، اقول لك تحل مشكلتي بالطريقه الفلانيه والطريقه العلانيه. لما انت عندك النهارده قطر حوالي 12 مللي، تمام، مطلوب من القطر ده ان هو يتقسم على نصين، وبعد ما تقسمه على نصين ما ينفعش. ليه؟ انت عايز قوه في الدش بتاعك قد كده. الدش اللي قد كده ده او الرين شاور ده هيجيب لك ضغط منين؟ مش هيجيب لك ضغط. فلازم تعمل لاين خاص للسخان يغذيه، ولاين يتبرد لوحده خالص بتاع الحمام كله عمال. نرجو ربنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم كتير، ولازم تركز بتعمل ايه في التأسيس، عشان ممكن تلاقي دخلت في مشكله كبيره جدا حلها صعب جدا. السلام عليكم.